تفتكر ليه الموبايل في مصر أغلى من بره رغم إن الدولة مدية المصنعين تسهيلات وإعفاءات؟ سؤال محير ناس كتير، والإجابة جت المرة دي من رئيس مصلحة الجمارك نفسه، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك. قال إن صناعة الموبايلات في مصر لسه في أول الطريق، ولسه ما وصلناش لحجم الإنتاج الكبير اللي يخلي الأسعار تنزل تلقائي، لأن أي صناعة جديدة في بدايتها بتكون تكلفتها أعلى، لكن مع الوقت وزيادة الإنتاج الأسعار هتبدأ تنخفض. كمان وضح ان في دول بره بتبيع الموبايلات باسعار اقل بسبب سياسات تسويقيه خاصه او دعم معين، لكن لما نيجي نقارن باسواق كبيره زي الاتحاد الاوروبي هنلاقي ان الاسعار في مصر مش دايما اعلى زي ما ناس كتير متخيله. الاهم بقى ان رئيس الجمارك اكد ان الهدف من منظومه تنظيم سوق الموبايلات مش تحصيل فلوس، لكن حمايه الصناعه الوطنيه وتنظيم السوق، خصوصا بعد ما كان تهريب الموبايلات منتشر بشكل كبير. وقال ان النظام الالكتروني الجديد خلى تهريب الموبايلات شبه مستحيل، لان اي جهاز دلوقتي ممكن يتقفل وما يشتغلش الا لو دخل البلد بشكل قانوني واتسددت عليه الرسوم، وده اللي خلى السوق يبقى اكتر انضباطا. يعني ارتفاع السعر دلوقتي مرتبط بمرحلة بناء صناعة محلية جديدة، مش بزيادة جمارك ولا قرارات عشوائية. والرهان الحقيقي ان مع الوقت وزيادة التصنيع السوق يستقر والاسعار تنزل، والمستهلك هو اللي هيكسب في الاخر.